اللحمة الباردة هي الأكلة اللي لازم تتعمل في أي عزومة. وصفة شيك مبهرة العين، حرفيا مشرفة. في الفيديو ده هقولك ازاي تظبط العرق يطلع لونه ذهبي ولامع من بره ودايب دوب وجوسي من جوه، ومش ممكن يفرط منك أبدا. كمان هنعمل معي صوص الجريف الخطير اللي يتحط على أي أكلة تظبطه. يعني النهاردة هعمل عرق تريبيانكو بالصوص، والمرة الجاية هعمله بطريقة تانية باستخدام نفس الصوص، لأنه هيفضل عندك فترة طويلة جدا. تستعمليه على معظم الأكلات بالمالتي فيتامينز بتاعته. تتحط على اللحمة، على فراخ، على بيف، او حتى في سندوتشات. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي مريم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. نيجي بقى لاهم تركه في العرق التريبيانكو، وهي الربطه. الدبور ده يا جماعه ربطتها مش رفاهيه، ده اللي بيخلي العرق يطلع حته واحده والشرايح متساويه بالظبط من جوه، كانها زي الجاهز بالظبط. انا بعمل ايه؟ ببدا بلفتين بالطول كده عشان اثبت القوام، وبعدين بلف دوائر كتير كتير حوالين العرق بالتساوي. الحركه دي تخلي اللحمه تستوي بانتظام وما تفركش منك ابدا. لو حسيت ان الموضوع صعب عليكي او ايدك مفركشه زي حالتي، تقدري تطلبيها من الجزار يربطها لك ربطه احترافيه. مش هحشي العرق المره دي ولا اغرزه باي حاجه، ولكن هعتمد على ميكس بهارات هيجيب لي اخر الشارع: ملح وفلفل وسبع بهارات وبصل باودر. بس بقى المره دي انا هحط فصين او 3 توم مهروس، ودي افضل واحلى بكتير من التوم البودر، لانه بيعمل ريحه تحفه جدا لما باجي ادي للحمه صدمه. بعد كده بلفها بستريتش واحطها في التلاجة من ساعه او ساعتين. ويا ريت بقى لو اعملها من بالليل، احضرها بالليل كده واتبلها واحطها في التلاجة. هتتشرب كل الانسجه، الطعم والفليفر التحفه بتاع البهارات. بعد العرق ما خد وقته في التلاجة، بنزل بقى مكعبين زبده كده على نار عاليه، اسيحهم، وبعدين انزل بطشه كده بالعرق في الزبده ده. اعملها طبقه كراست كده من كل الجوانب علشان اقفل المسامات، علشان اخلي اللحمه تحتفظ بالعصاره بتاعتها من جوه، تفضل جوسي وطريه من جوه. بعد ما اخدت لون من كل الجوانب، برفع العرق، وفي نفس البهريز والزبده والعصاره بتاعتها بنزل بالخضار الفريش، اديله تشويحتين 3 وفصين 3 توم، روزميري وزعتر، واديلهم تشويحتين 3 شويه بهارات من نفس البهارات بتاعه العرق برضو. وبعدين ارفع كل الكلام ده واحط في الطاجن مع العرق. تخيلوا بقى اللحمه والخضار الاتنين هيطلعوا صوره شكلها ايه. بدي بيضه بشويه ميه صغيرين بس علشان ما تتحرقش مني. اغطيها كويس جدا بالفويل واحطها في الفرن على درجه 180 لمده ساعه، واتفرجوا على العظمه اللي طالعه دي. طبعا انا مش قادره ومش عارفه اوصف لكم الريحه قلبه البيت حرفيا. يعني ممكن تقول ان قلب الشارع معايا. العرق طالع دايب جدا ما شاء الله، طعمه حلو جدا. شايفين بقى الخضار ده بقى اللي انا هاخده المستوي في ميه اللحمه، حاجه عظمه. اول خضار جميل جدا، وكمان مستوي في ميه اللحمه. هاخدهم على طول واحطهم في الخلاط واضرب كل الكلام ده مع بعضه عشان نطلع احلى قوام واحلى جريفي ممكن تدوقيه في حياتك. ضربت كل المكونات الخضار اللي عندي بالهاند بلندر لما طلع باللون التحفه ده والقوام الناعم ده. بس انا بقى عايزه ادلعه اكتر. حطيت قطعه زبده وشويه دقيق، وبعدين حطيت الصوص اللي انا عملته ده عليه. هي شبيهه بالظبط زي صوص البشاميل كده، بس المره دي هزود شويه من كريمه الطبخ عليها. التركه دي بقى يا جماعه هتنقلي الصوص ده نقله تانية، هتخلي قوامه ناعم قوي لامع زي ما انتم شايفين اللون الذهبي الجميل ده. كمان لما اجي احطه على اللحمه يغلفها باللون الذهبي اللي بنشوفها في احلى تقديم لافخر مطاعم. تعالوا بقى نشوف اللحظه الجميله، لحظه التقطيع. شايفين النعومه والتماسك؟ اللحمه طالعه حته واحده مرسومه مسطره، ملمسها من جوه زي اللانشون البيتي. وده اللي بيميز التريبيانكو الناجح، ان هو بيفضل محتفظ بقوامه وشكله مهما قطعتيه لسلايس رفيعه. ادلعه بقى بشويه رز ذهبي، بشره جزر كده، وشويه مكسرات محمصه، واستمتع بقى بالصوص الخطير اللي عملناه. ميكس هيوديكي لعالم تاني. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، واستنوني في وصفه احلى من وصفات وصفه شيك.